أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ الفيديو ده هتكلم معاكم عن حاجه مختلفه عن الحاجات اللي احنا متعودين ان احنا نتكلم عنها، وهي عن حوار التسريبات اللي شغاله تحصل في كل حته ديت، تحديدا عن حوار تسريب امتحان الفيزياء ده من الشخص اللي سربه والوزاره ردت قالت ايه، وهل ده هيأثر عليك انت فعلا، وهل ده هيرفع عليك التنسيق وخلاص كده انت ضعت ورحت في داهيه. بص، اول حاجه عايز اتكلم عن حوار تسريب امتحان الفيزياء. انا من اللي فهمته يعني من حوار تسريب امتحان الفيزياء ان الشخص اللي حط الامتحان، رغم ان المفروض ان الشخص اللي بيحط امتحانات ثانويه عامه ما يكونش بيدي دروس اصلا، ولكن حصل يعني وكان بيدي دروس، لان يلا مش مشكله. المهم ان الشخص ده كان طالع لايف ليله الامتحان، هو تقريبا كان قايل للناس اللي عنده ان هو اصلا من قبل الامتحانات بشهرين كان قايل لهم ان هو اللي هيحط الامتحان ايا يكن. كان طالع لايف قبل الامتحان يعني على نون اكاديمي، وكان نازل بقى بيحل معاهم اسئله معينه، وطبعا مش الاشتراك مش ببلاش بقى، ومش هتخش معاهم ببلاش في لا، كان ب 500 جنيه، اللي هو يعني امتحان ثانويه عامه بايعه ب 500 جنيه. ايه الرخص ده؟ ايا يكن يعني كان طالع لايف على نون اكاديمي، وكان بيحل معاهم اسئله معينه، بيقول لهم ركزوا على الاسئله دي، الاسئله دي هتيجي والاسئله دي مش هتيجي وكل الكلام ده. الوزاره بعد ما حققت في الموضوع ده طلعت بقى وقالت لك الكلمتين الجمال بتوعها، وهو ان الاسئله اللي كانت في اللايف عنده مش مطابقه للاسئله اللي موجوده في الامتحان، وان هنشوف الشخص اللي طلع عمل الادعاء دوت وهو اللي هيعاقب، اللي هو الشخص اللي طلع لايف وقال الكلام ده اصلا ده اللي هيعاقب، وان الشخص اللي حط الامتحان هيعاقب برضه علشان بيدي دروس، مش علشان سرب امتحانات ولا الكلام ده، عشان بيدي دروس. وده اللي انا كنت متوقعه. انت كنت متوقع حاجه غير كده؟ يعني كنت متوقع ان هم يطلعوا يقولوا لك والله ده سرب الامتحانات، ده احنا هنعيد لكم الامتحان بقى، ده انتوا هتمتحنوا من الاول الفيزياء. اولا مستحيل امتحان امتحنته يتعاد، تمام؟ دي انا عايز اعرفها لك كده، دي مستحيله. ولكن برضه انا عايز اقول لك حاجه ثانيه. عارف حوار تسريب الامتحانات ده موجود من امتى؟ في ثانويه عامه، من ساعه تقريبا ما ثانويه عامه اتخلقت، والله العظيم. يعني التسريب ده من زمان قوي، تسريبات الامتحانات دي من زمان قوي. فاكر سنه 2015 تقريبا او 2016 لما كان بيقول لك في تسريبات شاومي، وكانت التسريبات بتنزل الفجر وكل الكلام ده. انا عايز اقول لك ان دي حاجه معتاده، ودي مش اول سنه يحصل معاكم كده، ولا انتوا اول ناس في ثانويه عامه يحصل معاكم كده. كل السنين اللي فاتت تقريبا كلها كان فيها تسريب. وكمان التسريب مش بيوقف بالشكل ده، يعني انت في المدرسه بتاعتك على رهان المدرسه بتاعتك اكيد فيها شخص بقى ضابط، شخص وكيل، شخص سفير، شخص معرفش ايه، اي حد من الناس دي تلاقيه كده جاي يوصي على لجنه معينه عندك، ويقول لك اللجنه دي، او على شخص، حتى على الاقل شخص واحد معين، الشخص ده تلاقيه بيخش له الامتحانات، بيعمل، فاهم؟ الحاجات دي موجوده من زمان قوي. انا عندي في المدرسه اللي انا بمتحن فيها والله لحد الان، المدرسه اللي هنا ديت اسمها مدرسه الدكتور يوسف اسماعيل في الالومنيوم. المهم ان المدرسه دي لحد الان في ناس تقيله هنا عندنا في البلد، ناس مناصب وبتاع، بيروحوا ياخدوا لجان خاصه كده عندنا. اللجنه دي خاصه، اللجنه دي فيها عيالنا، اللجنه دي بتاعتنا. يعني انا اختي في المدرسه دي اصلا، مدرسه الدكتور يوسف اسماعيل ديت، والمراقب فضل يلف حواليها في امتحان الالماني، وقعد يقول لها انت بتغشي، انت لابسه سماعه، معرفش، وترها، خلاها ما تكملش الامتحان كويس اصلا، حتى بعد ما الوقت عدى اصلا ما خلاش تكمل تصغير في البابل شيت، وسحب منها الورقه وطلع يجري. هو نفس الشخص ده اللي وقف على دماغها وخلاها ما تعرفش تكمل الامتحان، هو نفس الشخص اللي الناس الكبيره اللي عندنا في البلد راشين وبيديله فلوس وحامين. ومن الاخر ان امي راحت المدرسه ساعتها وكانت عايزه تعرف اسمه عشان تشتكيه، وكلهم محاوطينه ومحدش راضي يقول على اسمه، محدش راضي يقول ده مين ولا ده اسمه مين. ليه؟ لان في ناس كبيره حامياه، فانا مستحيل اديك اسمه. يعني عايز اقول لك ان الكوسه موجوده دايما في ثانويه عامه.
دايما بيحصل الكلام ده، انت مش اول حد. انا عايز اقوله لك برضو ان لو ما حصلش غش في ثانويه عامه في سنه دي الحاجه اللي مش طبيعيه، تمام؟ يعني لو ما حصلش غش في ثانويه عامه في مره من المرات التنسيق هينزل، انما انت لحد الان في التنسيق المعتاد، تمام؟ عادي بيحصل غش، التنسيق بتاعك هو التنسيق المعتاد بتاع كل السنين. يعني ما تفتكرش ان التنسيق هيعلى اكتر بكتير من المعتاد. ليه؟ لان السنه اللي فاتت كان فيه غش برضه، والسنه اللي قبلها كان فيه غش برضه، فاهم؟ فانتوا كلكم شبه بعض. ده هو لو ما حصلش غش في مره التنسيق هينزل. غير كده برضه ان انا عايز اقول لك حاجه تانية، ان دي حاجه بتاعت ربنا، والله يعني بجد دي حاجه بتاعت ربنا. مجموعك وكليتك كل حاجه دي حاجه بتاعت ربنا. ربك شايف الظلم وعارف هيحاسب اللي بيظلم ده ازاي، تمام؟ وفي نفس الوقت مش ناسيك ومش هيخليك تضيع مع الظلم ده، لا هو عارف هيديك ايه، عارف هيحطك في اي مكان. يعني كل حاجه بتاعتك مكتوبه لك، تمام؟ والشخص اللي عمل حاجه زي ديت او عمل حاجه غلط فربنا مش ناسي عقابه برضه. فاوعى تفتكر ان في حاجه من الحاجات ديت، او اوعى تفتكر ان في بشر مثلا ممكن يغير اراده ربنا ويغير لك المكان اللي انت كنت المفروض تكون فيه. والله المكان اللي ربنا اختاره لك محدش يقدر يغيره. لا تقول لي غش بقى، ولا تسريب امتحانات، ولا ناس رايحه ولا ناس جايه، ولا داخل بالامتحان ولا طالع من، مفيش الكلام ده. مفيش حاجه تقدر تاثر على المكان اللي انت المفروض تدخله. بس فده كل الكلام اللي انا كنت عايز اقوله لك، لان لقيت ناس كتير في الكومنتات بتكلمني عن الموضوع ده وبيقولوا لي اتكلم عن حوار تسريب امتحان الفيزياء والتسريبات اللي بتحصل. لان في ناس من التسريبات ديت بتتوتر جامد لدرجه ان هي ما بتذاكرش، اللي هو طب ما خلاص، ما انا كده كده لو ذاكرت. ففي ناس بتغش هترفع التنسيق، فانا كده كده مش هجيب حاجه حتى لو ذاكرت. فلا طبعا. عايز اقول لك برضو تاني، التسريبات يا ابني موجوده طول السنين اللي فاتت. لو في سنه ما حصلش فيها تسريب دي اللي هتبقى مختلفه، دي اللي التنسيق هينزل فيها عن المعتاد. انما انت لحد الان عادي، هو التنسيق المعتاد بتاع كل السنين هيكون في سنتك برضه. ليه؟ لان السنين اللي فاتت كان فيها تسريب برضه. عايزك تكمل مذاكره، تكمل لحد الاخر، خلاص مش باقي لك غير تقريبا 3 امتحانات. وعايزك برضه تعتاد ان حاجه زي ديت، او ان الظلم دوت موجود في كل حاجه، مش موجود بس في ثانويه عامه. انت لو رحت اي مصلحه حكوميه اصلا هتلاقي، لو رحت تعمل بطاقه، لو رحت هتلاقي في ناس كده، تلاقي في طابور واقف من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 1 او لحد الساعه 2 ايا يكن لحد ما بيقفلوا، وتلاقي واحد تاني جنبك داخل بواسطه عشان يعمل البطاقه، معدي الطابور كله داخل، فاهم؟ فانا عايز اقول لك بجد يعني دي حاجه هتلاقيها في كل حاجه. حوار الظلم هتلاقيه في كل حاجه حرفيا انت هتخشها، في كل مكان انت هتخشه. ولكن لو خدت كل حاجه على اعصابك بالمنظر ده فانت يعني اعصابك هتنفجر، فاهم؟ فانا عايز اقول لك ما تاخدش الحاجات دي على اعصابك، طنش، كبر دماغك، خلص اللي انت فيه وفكك اي حاجه تانية. بص انا داخل اعمل حاجه، خلاص انا هعمل الحاجه ديت وامشي، ماليش دعوه بقى باللي بيعمل كذا، باللي معاه واسطه، باللي بيسرب، انا ماليش دعوه. انا داخل اعمل حاجه، اخلص الحاجه اللي انا بخلصها ديت واتكل على الله. اللي يعمل حاجه بقى يعملها، اللي يرضى على نفسه حاجه حرام مبروك عليه، يعني ياخدها، ما ملناش دعوه، ياخدها. كمل زي ما انت وبلاش حاجه زي دي تاثر فيك. زي ما بقول لك تاني، ما تاخدش الحاجات دي على اعصابك، عشان انت اللي هتتعب، هم مش هتاثروا ولا هيحصل لهم اي حاجه، انت اللي هتتعب. فكبر مخك. بس ده كل اللي انا كنت عايز اقوله لك.